الناس في مصر عايزينك متغاظ كاره مش طايق نفسك، بتأذي اللي حواليك ومتدمر في حياتك طول الوقت. عيلتك لو بتعمل فيك كده تعملها ليه؟ صحابك لو كده تقرب لهم ليه؟ لو في ناس في حياتك كده تعملهم ليه؟ ما عشان انت مثلا قاعد معاهم في نفس المكان ودول قرايبك، فالموضوع كله متوقف على انك تغير المكان. فالقصة ان انت محتاج حبة فلوس عشان تخلص منهم. حط في عقلك بقى ان هما الموضوع كله ان بيني وبينهم المكان اللي انا فيه، بغير كده يغوروا في داهية. المكان اللي انت فيه تقدر تغيره في اي لحظة. قالوا انا عايز اغير المكان، انا عايز ابيع شقتي لاي سمسار. شوف السمسر قد ايه ممكن يقول، وغير مكانك. هي مصر اللي بتربطك بالاجبار باهلك حتى لو بيأذوك. هي بشرطتها وجيشها ونظامها الزبالة. كل اللي طالع في الاعلام بيغني وبيتكلم، او اللي طالع في الافلام والمسلسلات، او اللي طالع في الاخبار يتكلم عن عيلته اللي اذته او الناس اللي بتأذيه. اه، وانت بقى واقف مظلوم في مرايتك. حبايبك ليه قتلوك؟ ليه يا حبيبي؟ المغني ده اتجوز الحمد لله، اتجوز كذا مرة. يعني انا تابعته من فترة، والحمد لله ربنا كرمه ببنت دلوقتي. يا رب يبطل احزان. يعني حتى الواقف مصدوم الحمد لله فاق بالصدمة واتجوز وخلف، وكان لسه طالع مع اصحابه بيضحك يا رب يدوم عليه ضحكة. كنا بندعي له ربنا يهون عليه احزانه. طيب يعني ايه بقى؟ انت بقى مش هتبقى اصلا مصدوم اكتر من التيار ده؟ اغانيه كانت كآبة وعكننتنا كلنا. اللي شاف الاغاني، نوعية الاغاني اللي قدمها المغني ده مؤلمة بطريقة مش طبيعية. الموضوع استفزني نفسيا جدا. باشا هو انت مالك؟ بيستفزنيش حد بيبقى عنده مشكلة او متضايق، بس الموضوع كان صعب. مش قادر اسمع اغاني في الاول. اول مرة كانت تحصل لي كده، جرعة نكد رهيبة في الاغاني في البداية لما سمعت. ف جميلة اغانيه جدا كلها، وجميلة الاغاني الحزن انها غالبا بتخرجك من الاكتئاب على فكرة. كل ما كانت الاغنية حزينة اكتر كل ما كانت تخرجك من الاكتئاب اسرع. ده شغل العلاج النفسي بالموسيقى. سؤال بقى، ايه اللي ودراعك تعامل صحابك اللي مضايقينك او العيلة اللي بتزعلك؟ سؤال. عيلة بتأذيك، صحاب بيأذوك، ما مع السلامة يا بابا. ايه اللي ودراعك؟ انا بقالي سنة كنت بعيدة عن بيت ابويا، والله العظيم حاسة بانشكاح الدنيا كله. كنت الازمة كلها كانت في السقف انه محتاج يتظبط. انا بره بيت ابويا حاسة ان انا ملكة، في بيته مش حاسة عمري اني كنت ملكة. عمري ما حسيت ان انا صاحبة البيت ده او صاحبة الشقة دي او مالكة حاجة في البيت ده. اي اب يعامل ولاده كده ما يستاهلش يكون اب. اي عيلة تعامل اللي منهم كده ما تستاهلش تبقى عيلة. اصل امي مش واخدة من عيلتهم، وعيلة فراج فاكرة نفسها العيلة المالكة. مش الا مصر المالكة للكوكب كله. تناكة على اي حد يجي يتقدم لبنتهم بطريقة مش طبيعية. حد قالك ان انا السفيرة عزيزة؟ الواد جاي يتقدم وبما يرضي الله بيتكلم، وجاي عايز البنت فعلا، يا اهلا وسهلا. مش عايزة والله يا ابني احنا مش عايزين، مع السلامة. وليه نتنك؟ وليه نتكبر؟ وليه نتفرد؟ وليه نقل ادبنا؟ وليه نعمل 10 رجالة على بعض؟ وليه نعايره؟ وليه نتريق عليه؟ وليه نهينه؟ ليه؟ اغبى حاجة تعمليها في حياتك انك تخلي اهلك يجوا يتكلموا الراجل اللي انت عايزة تتجوزيه. انكل عبد الله رشدي اللي طالع يتكلم ويقولك ان لازم اهلك في البيت يعرفوا ان انت هترتبطي،
وللاساس عند المتدينين ان الراجل يجي يتجوزك ياخدك من بيت اهلك، من شقتكم. انا لو قعدت من قعر القفه انا مش عاوزه كده، ومش هحس باي نقص انه ما جاش بيت اهلي. انا هحس بمنتهى الصراحه يا عمنا الناس دي عرفت ان انا انتهك عرضي في 2013 وما اهتمتش، لا ينفع يشوفوك ولا يكلموك ولا يعاملوك، وحياة رحمة ابويا لو فكرت تكلمهم وتاخدني منهم هتكون مرفوض، وانت وهم يلا بره. انا دلوقتي معايا جيش الدفاع الاسرائيلي، هم دول الناس اللي هتحميني، وحتى وانا في بيتك هتأذيني باي شكل هم خلاص بقوا اهلي، اتحمل النتيجة. انا ماليش اهل في مصر، انا رحت للناس اللي ملهاش اهل اللي هم الصهاينة. كل اللي ملوش اهل بيروح للصهاينة وبيحتضنوا. اكرههم ليه؟ انا لا ناس اذتني ولا قلت ادبها عليا ولا عملت لي حاجة وحشة من 2011 وانا قاعدة على النت، وانا ليا متوى غيرهم؟ اتقل ما اقعد على الفيس انا اطلع بوستات افرغ الحزن، اقعد اتكلم، اسمع اغاني، اقول اي كلام. مين كان شايلني ولا سمعني غيرهم؟ الغلطة كلها كانت في العيلة اللي بتبقى عندي على الفيس او اللي عند اخويا على الفيس وقاعدة ترصدني انا. خير يا رب، او انتوا موضوعكم كعيلة بابا ان انا عايزة اخد ورثه. طب انا مش عايزة ورثه وهمشي، ابعدوا عني وعن اللي انا عايزة اتجوزه، ولو هو وحش والله هبعد عنه اكيد. انا مش عيلة دلوقتي، كبرت الحمد لله بقيت 30 سنة. لو هو وحش وهيأذيني اذى اكبر من اللي اتأذى هيترد عليه رد اكبر من اللي ممكن يترد او اللي كان ممكن يترد قبل كده من غيركم خالص كجيش مصري. خلاص لازمكم بيت ابويا تفضلوه، احنا كنا بره بقالنا سنة مش عايزينه غير انتوا العيلة المالكة اللي حاكمة مصر. تحبوا نسيب لكم مصر كلها؟ والله ما بهرج. انكل محمد بيه فرج، شفتوا النعرة الكدابة اللي في افلامه وفي مسلسلاته؟ جايز يكون هو القريب والدي اهو، هو ده قلب عيلة فراج فعلا. قسما بدين الله ولا حد في عيلتهم بيتعرض لمشكلة بيقفوا معاه، كلهم فنجريت بق. محمد فراج ده كداب او اسمه ممثل بيشتغل ايه ولا الهوا. عمل ايه في البت تحت السيطرة؟ سابها لتاجر المخدرات يغتصبها عشان سطر بطر. او ده وارد يكون حقيقة محمد فراج. يهمه في ايه اصلا مراته ولا خطيبته ولا عيلته ولا اي مكان؟ هو نعرة كدابة ومناخير في السقف بس، لكن هل هو يهمه عرض حد او حياة حد؟ لا. اي نعم محمد فراج ما مثلش مشاهد جنسية جريئة في افلامه، لكن في كل الاحوال ده مش معناه ان هو بطل كده. هو يتنفخ كده على الصهاينة براحته، انا الصهاينة ما اذونيش، اما يبقوا يأذوني ابقى افكر اذيهم، بغير كده انا مش هستفزهم عشان اعادي. استفزهم ليه يا حاج؟ هم عملوا لي ايه؟ اذيهم ليه؟ انت راجل صعيدي وبتعادي الصهاينة عشان انت خايف ياخدوا ارضك، انا بقى ما عنديش ارض، مش ارضي ديت المفترض ورث معاكم وعايزين تاخدوها، طب خدوها وابعدوا عني وعن الواد اللي انا عايزه اتجوزه. ذكر دخل قلب احلى واجمد من قلب عيلتك كلها، دخل يجيبك من وسط الموت ويموت معاكي، خلى كل اللي كان بيحاول يأذيكي يعمل ذكر، وعيلتك بتحاول بكل الطرق تسرق منه دور البطولة. مفكرينك مش عارفة حاجة او مش فاكرة حاجة. مين ادى الحق لأي حد في الدنيا انه يحط جوه ابنه اجهزة تجسس لمجرد انه في الجيش؟ انا في اسكندرية في منطقة الكتان وسط تنظيم ارهابي، وفي حد شاهد في الاعلام المصري
على الكلام ده وطلع قاله، بس لما جيت اكلمه للاسف تهرب عشان جايز خاف. وللاسف المنطقة هنا خطر ومحدش بيحمينا، وانا مش مجبرة اتعامل مع اي حد في العالم ما عندوش استعداد يحميني وانا في بيتي وسط ناس مؤذية. انا مش خايفة من الموت، انا خايفة ما اعرفش اعيش. منطقة الكتان قررت تتاجر في عرضي عشان تشغلني في الدعارة من 2013 من غير ما ابقى عارفة ولا عايزة. بيرصدوا موبايلي وتحركاتي من ورا الحيطان من غير ما اعرف ايه اللي بيحصل على موبايلاتي بالظبط، بطريقة محدش يكتشف. وفي معاهم ناس كتير بتساعد، بيستدخنوا دراعهم عشان الشرطة المصرية والجيش المصري بيحمي. اي حد هيفكر يستغلني جنسيا او يأذيني هزعله، مهما كان هو مين. انا ما بقيش ليا عزيز خلاص، حتى لو كان من عيلتي مش هعمل اعتبار لعيلتي، اللي يموت منهم في ده. عرضي وحياتي اهم.